السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحبائي المتابعين في كل مكان. معكم الشاعر الرياضي أحمد صلاح، والنهاردة هنقدم لكم تقرير باقي البطولة الثانية للECC المقامة بالإسكندرية، بطولة الكابيتانو أحمد حسوبة بصالة الكابيتانو أحمد حسوبة في سموحة المول التجاري القديم أمام كافيه الجوكر. البطولة دي كانت تكملة البطولة اللي فاتت اللي احنا لعبنا فيها ايفنت 9 سنين و11 سنة و13 سنة، واللي بيلعب قدامكم النهاردة في التقرير ده بطولة 17 سنة وعموم الرجال، أو اللي هي بتبقى مفتوحة بعد ال 17 سنة. وقدامنا دلوقتي ماتش رائع بين فرعون مصطفى فرعون وبين الكابتن سامح، حاجة رائعة يعني، اتنين أبطال. والبطولة يعني الظاهر كده انها اقوى من البطولة اللي فاتت بكتير. 17 سنة انضم لعيبة اول مرة يشاركوا، لعيبة جامدين جدا. حتى الرجال برضو كان في لعيبة جامدة جدا في العمومي، وشفنا ابطال جدد للECC المرة دي. وان شاء الله ان شاء الله كل مرة هتبقى اقوى من الاول لحد ما نوصل ان احنا هيبقى عندنا ابطال مصر بيلعبوا معانا هنا في الECC ان شاء الله. وطبعا انتوا عارفين طبعا الهدف من بطولات الECC ان احنا نلعب ماتشات كتير جوه المجموعه، ويكون الاحتكاك والمستويات متنوعه، الناس كلها بتستفيد. شوفنا هنا في بونت رائع، هنا كابتن فرعون وكابتن سامح، ما شاء الله ما شاء الله. البونت ده محتاج يتعاد. ايه ده؟ هيتعاد اهو يا جماعه، نركز قوي. ارسال فرعون جميل جدا، سامح بيجريه بيضربه، فرعون بيصده بالجلده، شوطه بشوطه زنقه بس فرعون عداها تاني، شوطه فرعون يرجعها تاني. يا الله 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 الله، شوطه جميله جدا، اسبن رهيب على الطاوله ما بيرجعش، حاجه رائعه يا جماعه. نرجع نكمل كلامنا يا جماعه، نرجع تاني نكمل كلامنا عن الهدف من بطولات الECC والبطولات الودية عموما يعني. زي ما قلنا احتكاك كتير، ماتشات كتير، بنأهل نفسنا لمستويات اعلى بعد كده. بطولات الجمهورية بيبقى طبعا انت فرصتك انت بتلعب ماتشين في المجموعة، طبعا بيبقى العدد كبير. بطولة الجمهورية الاتحاد الرسمي تنس الطاولة بيبقى العدد كبير جدا، وانت ما قدامكش فرصة غير ان انت تكسب الماتشين عشان تاخد اول مجموعة. واكيد طبعا الناس اللي انت هتكسبهم دول برضو بيتدربوا، وزي ما احنا اتفقنا الانسان او اللاعب بيطلع اخطائه في الماتشات ويحاول ان هو ينميها ويطورها بحيث ان هو ما يخسرش. واكيد طبعا اي رياضه فيها واحد هيكسب واحد هيخسر، واللي هيخسر هارد لك واللي هيكسب جود لك. ماشي؟ طيب انا اعمل ايه بقى انا كلاعب عشان انا مش كل مرة؟ أكيد طبعا مفيش إنسان بيقعد يخسر على طول، مفيش إنسان بيقعد يكسب على طول. أكيد الإنسان اللي كسب هو بيتدرب بطريقة أقوى وعدد ساعات أكتر، طريقة أصح من اللي خسر. ده شيء طبيعي، خلينا متفقين عليه. فشيء طبيعي الإنسان اللي حابب إن هو يكسب لازم يتعب. مفيش حلاوة من غير نار زي ما بيقولوا. يعني انت لازم تشوف اللي بيكسب ده ونجح ان هو يكسب عمل ايه واشتغل على نفسه ازاي، لازم تقلده، لازم تشتغل على نفسك اكتر وتتعب اكتر في التمرين بحيث ان انت مستواك يبقى زيه وان انت تكسبه عادي يعني حتى الجامد جدا، حتى لما نيجي نتكلم عن بطل العالم هنلاقي ان ممكن لاعب صاعد تعب جدا في التمرين واجتهد جامد جدا في التمرين ربنا بيكافئه. وشوفنا ان بطل العالم اتغلب من لعيب ايراني كان لسه صاعد. اللي عارف اسمه يكتبه في الكومنتات يا جماعه، انا عارف اسمه بس اختبار كده، اختبار. ماشي. ودلوقتي انا في بعض النقاط جميله جدا في البطوله دي، انا ما حضرتش الصراحه. دي بعض النقاط اللي بعتت لي وعشان اعمل التقرير، وانا اتاخرت عليكم بسبب ظروف ان الشبكه كانت ضعيفه اليومين اللي فاتوا دول. بس يلا ادينا فيها اهو، ان تاتي متاخرا افضل من الا تاتي زي ما بيقولوا. برضو هنا كانت برضو جزء من ماتش كابتن فرعون وسامح. طبعا فرعون خد اول بطوله عمومي، ماشي. وطبعا وبلا شك ان
بطولاتنا في الاي سي سي ادت الغرض منها، واللعيبه استفادت، واحنا لسه في بدايه المشوار. لسه زي ما الفيديو التعريفي كده مع رئيس الاي سي سي اتكلم، هيكون في معسكرات، وهيكون في لقاءات خارجيه، وهيكون في منتخب للاي سي سي، وهيكون يعني في انشطه كتيره، بجانب ان احنا برضو مجلس الاي سي سي بيحاول انه يعمل البطولات تكون حماسيه بطريقه معينه كده، تخلي ان الماتشات قويه وفيها حماس وكله عايز يكسب، زي البطوله اللي جايه اللي هي بطوله الفرق المفتوحه. اي اعمار، اي اتنين مع بعض بيلعبوا، ده بيعملوا قرعه بينهم، واحد بيلعب واحد من فرقه، والماتش التالت ده بيبقى زوجي، يعني دخلنا ان في ماتشات زوجي في النص، اللي يكسب 3 في الاول، وبعد كده في التصعيد اذا الماتشين الفردي طلعوا 1-1 بيلعبوا الماتش الفيصل هو اللي يكون الزوجي معانا. برضو في الفيديو ده والتقرير ده كان فيه برضو بعض النقاط، ده الكابتن حمو النجم اهو. بعض الفيديوهات الصغيرة الشورتس يعني بعتت لي، ما كنتش انا نزلتها في التقرير الاولاني، ده مش تصوير يعني، ده تصوير فوتوغرافر كريم ابو واحد كان معانا في البطولة، حضر اليومين، فهو بعت لي بعض النقاط الجميلة للأبطال. وده حمو النجم من اللعيبة اللي هي الممتازة جدا ما شاء الله، ربنا يبارك فيه، ومستوى مستنيين تطور في المستوى أكتر من كده، ويكون نواة للقادم، هو برضه يكون مؤهل لمنتخب مصر. حمو النجم ده من اللعيبة ما شاء الله يعني، خلق وأدب وراجل لعيب حريف بينج بونج يعني. أسيبكم تستمتعوا بباقي التقرير كده وتتفرجوا عليه، ولنا لقاءات أخرى. أنا بدأت يا جماعة أنزل كده فيديوهات قصيرة شورتس وريلز وحاجات على التيك توك كده رفيعة لا تتجاوز الدقيقة يعني بحاول أنقل كل المعلومات اللي أساتذتي ما بخلوش بيها عليا، وأي علم بيجيني أنا ما بخلش بيها على حد في علم النفس الرياضي، بحيث إن احنا برضو نرتقي بأبنائنا وبناتنا في لعبة تنس الطاولة، ان احنا نكون على قدر كبير من الفهم والوعي، وان الرياضة مكسب وخسارة، وممكن اتنين يكونوا بيشتغلوا على نفسهم جدا وبيتدربوا جامد جدا وحد يخسر، مش لازم يجلد نفسه ويزعل ويموت نفسه، مش لازم ولي الامر برضه بعد ما صرف على ابنه، كل اولياء الامور بيصرفوا على ابنهم طبعا بالتفاوت ما بين مكان ومكان وواحد واحد، فطبعا محدش يزعل، اكيد حد هيكسب واكيد حد هيخسر، فاللي خسر ده يشوف هو خسر ليه ويتعب شويه على نفسه ويجتهد شويه على نفسه، واكيد ان شاء الله هو طالما تعب وطالما اجتهد اكتر من اللي كسب هو ممكن يكسب بعد كده ويبقى بطل. واللي كسب النهارده وكان شغال جامد جدا وجه تراخى في بعض الاوقات في التمرين اكيد ممكن يتعاقب ويخسر وعادي وما يزعلش، لان الرياضه دي زي ما تديها هي هتديك ان شاء الله، دي حاجه معروفه.